تخيل معي، في رجال اسمه جيم، كان ساعي بريد يعيش بحاله في نيويورك، عايش طبيعي. بس في مشكلة وحده، هذا الرجال ما يعرف يمشي زين، دايم يتزحلق ويطيح كأنه ما أخذ دورة مشي للمبتدئين. في يوم من الأيام عام 1971 جيم طلع يرمي الزبالة، وبدون سابق إنذار تزحلق على الدرج اللي كله ثلج وطاح راسه بالأرض طيحة شنيعة. بعدها بأيام وهو رايح الدوام صار يعطس بقوة، وفقد السيطرة على السيارة واصطدم بعمود، ومرة تانية طاح راسه. وفي اليوم اللي بعده وهو يحاول يعيش يوم طبيعي فجأة حس بدوخة وطاح من فوق الدرج، وطبعاً خمن وش صار، راسه خد له طقة ثالثة. لكن جيم بطريقة غريبة قدر يعيش 10 أيام بدون أي طيحة، واعتبرها إنجاز تاريخي. بس بعدها رجع للطبيعة، حادث جديد، طيحة جديدة، وارتجاج دماغي جديد. وبعد كم أسبوع استعار سيارة من خويه وراح المطار يستقبل شخص، وهو راجع محفظته طاحت في السيارة بدون ما يدري. خوي عرض عليه يوصله للبيت، لكن جيم قال لا بمشي، البيت قريب. وهنا تبدأ المصيبة. وهو ماشي جاته أقوى صداع بحياته، صداع خلاه يشك إنه يوصل للبيت أصلاً، وفعلاً اختفى. وهنا نوقف شوي. زوجته آن جلست تنتظره ساعة ورا ساعة لين وصلت السالفة لل2 الفجر ولسه ما رجع. بلغت الشرطة وبدأ البحث عنه في كل مكان، حتى في المشرحة، لكن ما لقوا له أي أثر. ومرت أيام وشهور وسنين بدون أي خبر، وآن ضلت في نفس البيت تشتغل بأي شغلة عشان تعيش، وكل يوم تدعي إنه يرجع. حتى خلت رقم البيت باسم جيم لعل أحد يتصل فيه لو لقاه. لين في يوم وبعد ما أعلنوا إنه مات رسمياً، فجأة وش صار؟ جيم بعد ما جاه الصداع القاتل يقال إنه راح للمحطة وركب قطار وصل فيه لفيلادلفيا، وهناك صحى وهو ما يدري من هو ولا من وين جاء ولا حتى اسمه الأخير. ما معه محفظته ولا بطاقة تثبت هويته، بس يعرف إن اسمه جيم. وش سوى؟ قرر يبدأ حياة جديدة. راح وقدم على بطاقة ضمان اجتماعي باسم اخترعه بنفسه، وبدأ يشتغل بمطعم واندمج بالحياة الجديدة. حتى صار يلبس لبس سانتا كل موسم ويزور الأيتام. عاش حياة جديدة بالكامل وما أحد يدري عنه شيء، لين بعد 14 سنة وهو يتفرج تلفزيون مع خويه في عيد الشكر شاف ساعي بريد بالشاشة وقال أنا كنت أسوي كذا. وبدأت الذكريات ترجع شوي شوي. بعدها بأيام طاح كعادته، بس هالمرة الطيحة رجعت له كل شيء. عارف إنه جيم ماكدونالد وإن له زوجة اسمها آن في نيويورك. رجع للبيت اللي تركه قبل 14 سنة، دق الجرس وفتحت له آن بنفسها لأنها كل هالسنين كانت تنتظره. رجعوا لبعض بعد 14 سنة فراقة، واللي صار بعدها الله أعلم، بس الأكيد إنهم أخيراً صاروا سوا. لا تنسى تشترك بالقناة وتعطينا لايك عشان توصلك قصصنا الجاية كلها مشوقة زي كذا. سباركلز.